نكمل مع بعض يا شباب مراجعة الفصل التاني. طبعا احنا اتفقنا أول حاجة الفض، وده مش هنتكلم فيه كتير. الفاي بي ايه ساين سيتا، سيتا بين الملف والمجال. اللي بيشتغل بقوسين يبقى الملف والعمودي على مين؟ على المجال. طيب لازم تعرف بس هنا معلومة إن شدة المجال ثابت للمغناطيس. حلو، تمام. صلي بينا على النبي. دوران الملف عشان ده احنا بنحتاجها في الدينامو. لو هيدور من الوضع العمودي يبقى فاي هيساوي بي في من في ساين 90 ناقص سيتا أو زائد سيتا. لو هيدور من الموازي فالفاي بيساوي بي في من في ايه؟ في ساين سيتا، حيث سيتا في الحالتين زاوية ايه؟ زاوية الدوران. المجال الناشئ عن مرور تيار في سلك مستقيم. البي لها مقدار واتجاه وشكل. شكله عبارة عن دوائر منتظمة تعرف بدلالة برادة الحديد. الاتجاه بقاعدة اليد اليمنى لأمبير. مقداره معامل النفاذية في التيار على 2 باي في مين؟ في الدي. وأول فكرة مع التيار طبعا هناخد المثال المركبة على طول، المثال المباشرة مش عاوزينها. الشكل المقابل عند غلق المفتاح ك فإن كثافة الفيض الناشئ عن مرور تيار س صاد نقط هتزيد ولا هتقل؟ طب صلى على النبي. أنا لما أقفل المفتاح التيار الكلي اتغير، فتيار الفرع هنشوف اتغير بزيادة ولا بنقص ولا يفضل ثابت. صلى بنا على النبي. المسؤول هنا مين؟ ار سمول. فاكر من شويه كأني بقول لك ماذا يحدث لقراءة الاميتر، لأن أنت عارف إن البي تتناسب طرد مع شدة التيار. هقول له والله يا عم قبل الغلق كان الاي بيساوي في بي على ار. طب بعد الغلق بقت مقاومتين توازي، فالمقاومة قلت النص، فالتيار زاد الضعف 2 اي، فنجري اختار كلمة ايه؟ تزداد. ليه يا عم اخترت تزداد؟ قال اصل التيار زاد الضعف. يا عم غلط لسه، كمل. التيار زاد 2 اي، فالتيار هيتوزع اي واي ما حصلوش حاجه، فاجابتك هنا ايه؟ لا تتغير. ده الكلام ده عشان ار سمول تساوي صفر. طب لو ار سمول لا تساوي صفر، خلي بالك هتقول يا استاذ المفروض ان انا هنا في محصله للسلكين، فالتيارين مع بعض، فالمحصله خارج السلكين طرح. هنقول له لا، هو سأل عن مجال تيار السلك من بس س صاد، هو عايز تيار السلك س من س صاد. هنا ار سمول تساوي صفر للناس اللي ما فهمتش الجزء اللي فات، فانت تروح تجيب الفي تساوي في باتري ناقص اي ار سمول اللي هي بصفر، فالفي بي ثابت.
فتيار الفرع س صاد كان في بي على ار، وهيفضل في بي على مين برضه؟ على ار. طب هنا ايه اللي هيحصل بقى؟ سريع على طول، انا اول ما اقفل المفتاح ار توتال بتقل، فالتيار الكلي زاد بقى كام؟ معرفش، لان انا معرفش نسبة الار. ممكن اسويها بار واحسب التيار قبل والتيار ايه بعد، بس هنطول. اقول له على طول جهد الفرع في بي ناقص اي ار سمول، التيار يزيد فالجهد يقل، فتيار الفرع يقل، فالكثافة كمان مالها؟ الكثافة تقل. طيب إذا كان السلك سميك، في الحالة ديت المفروض إن دي تساوي ار، اللي هو سمك السلك أو نص قطر السلك، زائد دي شرطة اللي هي البعد الخارجي. عاوز الكثافة عند النقطة اكس على طول، تطلع معاك 10 أس سالب 5. طيب خلينا السلك كده، هل هتفضل زي ما هي ولا لا هتزيد؟ لأن أنا مذاكر وعارف عند دوران السلك أو ميل السلك فإن البعد العمودي يقل، هيبقى 10 س 30. فلما البعد العمودي يقل المسافة مالها؟ هتزيد. ده احنا مذاكرينها وعارفينها. إذا مال السلك زاوية ميل فإن البعد العمودي يقل وتزداد الكثافة. هنا السلك يبعد مسافة دي عن الموضع A، هنا السلك بيميل بزاوية 30 وهنسميها B، وهنا السلك عامل زاوية 120 مع النقطة C. وبقول لك رتب ايه؟ رتب الكثافة من أصغر كثافة. أصغر كثافة بتاع البعد المباشر أكبر مسافة، أكبر بعد عمودي. أكبر بعد عمودي، تعال نمشيها واحدة واحدة. أنت عندك دي عند إيه بيساوي دي، تمام. طب عند بي هنسقط عمود مقام، هيبقى دي ساين 30 نص دي يعني. طيب عندي سي هكمل السلك، مش مشكلة بقى، واعمل عمود مقام. دي 120 تبقى دي كام؟ 60، يبقى هنا دي ساين 60 تبقى 8/10. يبقى انت عندك دي عند سي ب8/10 دي. اصبح ان دي ايه اكبر من دي سي وسي اكبر من دي لبي، اذا كثافة ايه اصغر من كثافة سي وسي اصغر من كثافة من بي. الفكرة هنا من الافكار المهمة جدا. هنحل بعض الامثلة. طيب كده احنا خلصنا الجزء الاول بتاع الاسئلة المباشرة. الجزء الثاني محصلة المجال، وده ممكن يكون معاك سلك في مجال خارجي، ممكن يكون معاك سلكين.
لو كانت فصلت يا شباب الفيديو فصل ولا حاجة، فاحنا قلنا اهو محصلة الكثافة عند الموضع ص هي 2 ب، عايز المحصلة عند الموضع س، وعشان اجيب المحصلة لازم يكون معايا اتجاهات. قاعدة اليد اليمنى تيار مجالك هنا داخل وهنا طالع، فالمحصلة عند س جمع وعند ص طرح. طب هي المحصلة أصلا ب2 ب ومعايا المجال الخارجي ب، ناقصني مجال السلك. طيب هنا بقى نقف وقف، أنا لما أجي أطرح بطرح مين ناقص مين؟ السلك ناقص الخارجي ولا العكس؟ الاتنين. كده أنت معاك احتمالين، إلا لو أنا جيت قلت لك علما بأن بالسلك أكبر من بالمجال الخارجي، تقوم اللي بي توتال هتساوي الكبير بسلك ناقص بي مجال خارجي. طب بي توتال ب2 بي تساوي بي سلك البي الخارجي ببي، تعدي بعكس الإشارة، إذا بي السلك عند النقطة ص ب3 بي. طب أنا عاوزة عند س هجمع، تقوم اللي 3 بي زائد بي تطلع معايا كام؟ 4 بي. غلط. لا يا أستاذ غلط، لأن النقطة ص تبعد مسافة دي، النقطة س تبعد مسافة 2 دي، فلما المسافة زادت كثافة مجال السلك عند الموضع س هتبقى نص الكثافة عند الموضع ص. إذا بي توتال عند الموضع س تساوي 2.5. طيب سؤال كمان، ده وليكن هنا 5 أمبير، ده السلك س وهنا السلك ص وتياره 4 أمبير، يبعد 10 سنتي وده يبعد مثلا 5 سنتي. هات المحصلة عند الموضع واي. أغلب الطلبة شاف السلكين قال السلكين متعامدان يبقى المجالان متعامدان يبقى الجذر التربيعي. غلط، لأن احنا بنشتغل باتجاه المجال وليس التيار. حلو. طب أنا مجالي هنا خارج ومجالي هنا داخل، يبقى المحصلة هنا طرح. بي توتال هتساوي بي صاد ناقص بي س أو بي س ناقص بي صاد زي ما تيجي معاك اشتغل. طيب سلك في مجال، أنا دخلت في سلكين ليه؟ ماشي، لسه في مسألة سلك في مجال محتاجينها. ده تيار عمودي على الصفحة للخارج. حلو. موضوع أو بيتعرض للمركبة الأفقية لمجال الأرض، كثافته بيه، والسلك كمان كثافته بيه. طبعا كلنا عارفين السؤال والسؤال مشهور، عايز المحصلة عند 1 و2 و3 و4. نحدد اتجاهاتنا، مجالك للخارج تيارك للخارج، فالمجال عكس عقارب الساعة. مجال الأرض دايما اتجاهه للقطب الشمالي اللي هو المركبة ايه؟ الأفقية. طب انت عندك هنا الاتنين دول مع بعض، يبقى المحصلة هنا 2 بي، دول متعامدين يبقى جذر 2 والبي بره، دول عكس بعض يبقى المحصلة هنا كام؟ 0. 3 زي 1 جذر 2 وبي بره ايه؟ بره الجذر. الاختلاف بس فين؟ في اتجاه المحصلة. السلكين مع بعض بينهم تياراتهم في نفس الاتجاه، بينهم طرح وبره جمع، والعكس صحيح. احنا مش هنتكلم في الجزئية ديت كتير إلا في سؤال أنا شايفه من الأسئلة المهمة دايما بيتكرر معانا في الامتحانات. إذا علمت أن المحصلة عند الموضع X هي B أو 10 أس سالب 5 مثلا، احسب المحصلة عند الموضع Y.
طب يلا، والله أول حاجة اتفقنا لما يديني النوع ده من المسائل لازم أبدأ بالجزء اللي هو عطوني عند الموضوع مين؟ إكس. المحصلة هنا طرح وواي إيه؟ جمع. نبدأ بإكس، نسمي هنا السلك 1 والسلك 2. مين أكبر مجال؟ تيار 2 أكبر من تيار 1 والمسافات متساوية، يبقى مجال 2 أكبر من مجال 1، يبقى ب2 ناقص ب1، والكلام ده ب10 أس سالب إيه؟ 5. طب ب2 ما تعوضش لأن أنت مش معاك أرقام. ميو في 2 أي على 2 باي دي ناقص ميو في أي على 2 باي دي. أنا أقوم واخد جميع الثوابت عامل مشترك وممكن أشيلهم كلهم وأكتب مكانهم كام؟ 1. يتفضل معايا 2 ناقص 1 ب1. خلاص، ده أهو 10 أس سالب 5. أروح عند النقطة واي وهتبقى المحصلة جمع ب2 زائد ب1. تقوم قايل لي يبقى 1 و2 3. غلط لأن المسافات هنا مختلفة. يلا نشوف. ب2 ميو في 2 اي على 2 باي، المسافة كلها كام؟ 4 دي، زائد ميو في اي على 2 باي في 2 دي. نبدأ ناخد عامل مشترك، جميع الرموز معانا ميو في اي على باي دي. يتفضل معانا هنا ربع وهنا برضو ربع. ربع وربع تم. والله ممكن افك ال8 واخليها 2 في 4. ليه بقى؟ عشان اوصل للشكل ده. فانا اجي عند ال8 واخليها 2 في 4 واقوم شايل ميو في اي على 2 باي دي واكتب مكانها 10 أس سالب 5 على كام؟ أو أقسم المعادلة الأولى على المعادلة الثانية وأطلع معادلتين مع بعض ويبقى الموضوع بسيط إن شاء الله. تعال نحل بقى شوية مسائل. معاك السؤال 11. يمثل الشكل سلكين مستقيمين يمر بكل منهم تيار عند عكس اتجاه سريان التيار، قلت الكثافة للنصف، فإن النسبة بين أي 2 إلى أي 1. بص يا عم، التيارين دول مع بعض في نفس الاتجاه، بين السلكين طرح وبره السلكين جمع. طيب عند عكس اتجاه أحد السلكين لو ده مثلا اتغير فالكثافة الكلية بتوتال بعد التغير أصبحت نص ب توتال قبل التغير. يا عم ماشي. طيب بعد التغير التيارين كانوا عكس بعض فالمحصلة تبقى طرح. المحصلة تبقى ايه؟ تبقى طرح. فأنا أقوم قايل له يبقى المفروض ب1 ناقص ب2 تساوي نص قبل التغير ب1 زائد نص ب2، لأن أنا وزعت النص على القوس. هناخد ده بعكس الإشارة، 1 ناقص نص بنص. ده يعدل زميله بعكس الإشارة بقت 1 ونص. فيها الواحد فيها التلاتة. نفك الميو فاي 1 على 2 باي في المسافة دي تساوي 3 في ميو فاي 2 على 2 باي في المسافة كلها كام؟ 2 دي. يبقى انت عندك 2 اي 1 يساوي 3 اي 2. اي 2 على اي 1 يساوي 2 على 3. يبقى اجابتك ايه؟ اجابتك الف. الشكل المقابل سلك مستقيم اكس واي مقاومته ار. ده سلك مقاومته ار موصل بمجموعة من المقاومات وبطارية مهملة المقاومة كما هو موضح في الشكل، فإن مقدار الكثافة عند الموضع ب. طيب التيار هنا اي، فانت معاك التيار هيتوزع على المقاومات 3 مقاومات بعكس النسب، نسبة 1 ل1 ل1 يقسم على مجموعهم، يبقى هنا تلت وهنا برضو تلت. يبقى انت عندك 2 في 3 ب6،
يبقى إجابتك إيه؟ إجابتك د ميو في تلت الآي على 2 باي دي، و2 في 3 بكام؟ ب6. السؤال 75 يمثل الشكل سلكين طويلين مستقيمين متوازيان A و B يمر بهما نفس التيار وفي نفس الاتجاه، وكانت موضع التعادل في المنتصف. نقطة التعادل في النص تمام. وعند زيادة تيار السلك B إلى 3I كان I بقى 3I، والسلك زي ما هو، تحرك موضع التعادل مسافة X. طيب موضع التعادل بيكون فين بقى؟ موضع التعادل بيكون في منطقة الطرح ناحية التيار الصغير، فأنا هتحرك ناحية إيه؟ طب أنا كنت دي هزود عليها مسافة صغيرة نسميها إكس، يبقى هنا المسافة الكلية بقت دي زائد إكس. طيب دي كلها كانت دي، شلت منها إكس، تبقى هنا دي ناقص إكس. طب المسافة كلها كام؟ 2 دي. يلا نعوض ونقول له يبقى انت عندك 2 دي تساوي دي زائد اكس زائد دي ناقص اكس. مش جاية. طيب اقوم اعملها ازاي؟ اي 1 على دي 1 تساوي اي 2 على دي 2. طب يلا، اي 1 ب3 اي، دي 1 بدي زائد اكس ايه في القوس، اي 2 باي على دي ناقص اكس ايه في القوس، ولا تروح مع الاي. يلا نعمل طرفين في وسطين، دي زائد اكس مضروبة في 1، 3 مضروبة في القوس، يبقى 3 دي ناقص 3 اكس، ونخلي المتشابهين في ايه؟ في طرف. الدي هتعدل التلاتة بالسالب يبقى 2 دي، سالب 3 هيعدي موجب يبقى 4 دي، 4 اكس معلش، هو عايز اكس في طرف، 2 على 4 تبقى كام؟ تبقى نص. يبقى اجابتك ايه؟ اجابتك بقى. طيب بعد كده تمام يا شباب. الكاميرا كانت فاصلة، بصوا معايا. الملف الدائري مجاله ده منتظم عند مركزه، عبارة عن خطوط مستقيمة متوازية توازي محور الملف وعمودية على مستوى الملف. البي بيساوي ميو في ان فاي على 2 ار. افكاره وحواراته: اول حاجة لو الملف غير مكتمل، ان تساوي قيمة الزاوية الداخلية المقابلة للقوس مقسوم على 300 وكام و60. بمعنى لو الزاوية دي 90 زي ما قلنا يا شباب، لو هنا 90 يبقى الزاوية دي كام؟ 200 وايه؟ و70، والبيانات كلها بتكون معاك في المسألة ومفيش مشاكل. طيب الفكرة التانية، سلك تم تشكيله إلى ملف. هنا بقى احنا بنقول له عدد اللفات يساوي طول السلك على محيط الملف. محيط الملف حاليا محيط الدايرة 2 باي في مين؟ 2 باي ار. خلي بالك من القانون ده كويس جدا، لأن منه هنجيب فكرة إعادة تشكيل الملف تتناسب طرديا مع مربع اللفات وعكسيا مع مربع نص القطر. ليه؟ لأن في حالة إعادة التشكيل طول الملف ثابت، فإن ونص القطر علاقة مالها؟ علاقة عكسية.
يبقى في حالة إعادة التشكيل ب1 على ب2 تساوي ان 1 تربيع اي 1 على ان 2 تربيع اي 2 او اي 1 في ار 2 تربيع على اي 2 في ار 1 ايه تربيع اذا تم اعادة تشكيل الملف فزادت اللفات للضعف فان التغير في الكثافة. انت قلت تم اعادة التشكيل فعدد اللفات زاد الضعف يبقى الكثافة هنربع يديلك 4 يبقى معدل التغير 3 بي. في حالة خلي بالك الطول ثابت تبقى المقاومة كمان مالها ثابتة. أفكارك ملفات متداخلة طيرهم مع بعض في نفس الاتجاه فالمحصلة جمع أو طيرهم في عكس الاتجاه فالمحصلة طرح أو مجال عمودي على مجال فهنا الجذر التربيعي. يدخل معانا ملف وسلك برضو طياراتهم مع بعض بجمع الطيارات عكس بعض بطرح لو الملف ممثل السلك فدي تساوي من تساوي الار. وليكن على سبيل المثال هنا السلك A وهنا السلك B والمفروض ان هنا ملف هنا I وهنا I برضه وده مركز الملف هنا دي وهنا دي. في الشكل المقابل إذا كانت النقطة X موضع تعادل حلو فإن إذا عكس تيار أحد السلكين تكون كثافة الملف المغناطيسي يعني نقط. بص يا سيدي التيارات متساوية والمسافات متساوية فلو ده عطيني مجال B ده عطيني مجال B. طب انت عندك مجال الملف بيساوي مجال السلكين اللي هو 0. طب لما اعكسهم هيبقوا جامع. طب هما متساويين يديني كام؟ يديني 2 بي. حبينا نصعب شوية هنخليها كده. الشكل المقابل إذا كانت النقطة X موضع تعادل فإن شدة واتجاه تيار الملف. صلى بنا على النبي. هتقول له ازاي يا استاذ نقطة تعادل والمفروض النسبة بين المسافات هي النسبة بين التيارات؟ اقول لك لا، ما انت عندك ملف فالملف هنا بيكمل الناقص بيكمل الصغير. من الصغير اللي نسبته صغيرة ب 3 على 1 ايه ب1 على 1 فانت عندك مجال السلك ب اكبر من مجال السلك ايه يبقى ايه ده اقل مجال. لازم مجال الملف يكون زيه معاه في نفس الاتجاه. طب انت هنا مجالك داخل يبقى انا كمان مجالي ايه
داخل جبت التيار، فالتيار هيدور مع عقارب الساعة. خلاص. طيب نقطة تعادل يبقى بي توتال للسلكين بتساوي بي من بالملف. لو ده عطني بي فده عطني 3 بي، يبقى بالملف ب2 بي لو انا عايزها بدلالة البي. طب انا عاوز التيار، يلا هتقوم قايل له ميو في 3 اي على 2 باي دي ناقص ميو اي على 2 باي دي يساوي ميو، وليكن قال لي حلقة يبقى ان بواحد، قال لي ملف عدد لفاته 100 يبقى ان ب100 على حسب، هنفترضها حلقة في التيار اللي احنا عاوزين نجيبه على 2 ار. نبدأ بقى ناخد عامل مشترك، هنطير الميو وناخد هنا اي على 2 باي دي، يتفضل معايا 3 ناقص 1 اللي هو 2 تساوي اي شرط احنا عايزينه على 2.5 القطر اللي هو نص دي. 2 تروح ودي كمان تروح، يبقى انت عندك اي شرطة هنا 2 في نص بواحد اي. تمام. طيب ده سؤال من الأسئلة الكويسة، من الأسئلة المهمة جدا كفكرة، مهمة جدا. أنا عارف إن الفيديو والله ممل، بس حرفيا الواحد مش قادر يعني. هنحل مع بعض شوية أسئلة برضو من الأسئلة. السؤال 2 من الأسئلة الكويسة. حلقتان يعني كل إن بواحد يمر بكل منهما تيار مستمر إذا علمت أن اتجاه المحصلة عند النقطة سي يكون عموديا على مستوى الصفحة للخارج. طيب هي النقطة سي بتتأثر بمجالين والاتنين عكس بعض، ده للداخل وده للخارج. معنى اللي المحصلة للخارج إذا بواحد أكبر من باتنين. طيب هو عاوز بقى أي واحد وأي اتنين، معنى كده إن ميو في إن بواحد في أي واحد على 2 نص قطر الخارجي بكم؟ ب2 ار أكبر من ميو فاي 2 على 2 في نص قطر الداخلي كام؟ ار. 2 ار تروح مع 2 ار والميو مع الميو، إذا اي 1 على 2 أكبر من اي 2. نضرب المعادلة كلها في 2 يبقى اي 1 أكبر من 2 اي 2، يبقى إجابتك إيه؟ إجابتك ده. السؤال شكل حلقتين اكس وواي في نفس المستوى متحدتا المركز يمر بكل منهما تيار شدته اي في الحلقة واي و2 اي في الحلقة اكس، تم اجراء بعض التغيرات عليهما بشكل مستقل. رقم 1 زيادة التيار واي ل 2 اي عكس اتجاه اكس إدارة واي بزاوية 180. أي الإجراءات تؤدي إلى زيادة الكثافة. تمام. هنا المحصلة جماعة، أنا لما أزود تيار الحلقة واي 2 اي فالمحصلة زادت، ماشي. لما أعكس تدفق التيار في اكس هيبقى طرح فهتقل، إدارة واي 180 هطرح فهتقل، فده بيزود. مفيش إلا إيه؟ طب ليه كده؟ طيب ده سؤال من الأسئلة الاسترشادية. تمام. انعدام الكثافة. انعدام الكثافة فالمفروض الاتنين قد بعض، يبقى بي اكس المفروض يساوي بي واي. طب بي اكس ميو في ان بواحد في 2 اي على 2 نص قطره 2 ار يساوي ميو في اي على 2 في نص القطر اي اكس واي. فالمفروض ان اي اكس يبقى هنطرح يبقى 2 و3 فعلا. ماشي. حلقتان متحدتا المركز في نفس المستوى يمر بكل منهما تيار شدته اي في نفس الاتجاه، قطر الحلقة الخارجية ضعف، يعني ده كله ب2 ار واللي جوه بس بكم؟ بار.
إذا كانت كثافة الفيض عن الحلقة الخارجية 2B، فإن اتجاه وقيمة كثافة الفيض الكلي. فأنت هنا هتقارن ما بين كثافة الحلقة الخارجية وكثافة الحلقة الداخلية. ميو ثابت، إن ثابت، تيار كل منهما اي، التيار كمان ثابت، يتفضل معايا هنا 2 ار وهنا ار، لان العلاقه بين بي والار علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. فانت عندك بي الداخلي ضعف بالخارجي. طب ما هو اصلا بالخارجي ب 2 بي، يبقى 2 في 2 بكام؟ ب4. التيارين مع بعض في نفس الاتجاه، يبقى المحصله هنا جمع، يبقى انا هجمعهم 2 و4 كام؟ 6، والاتجاه داخل ايه؟ داخل الصفحه. يبقى اجابتك هنا الف. احنا مقسمين الحل مسائل متشابهه بتخدم فكره واحده، يعني مثلا الحلقتين مع بعض، بعد كده حلقه وسلك، بعد كده حلقات وسلك. هي متقسمه، لو تلاحظ كل الاسئله جايه على نفس الفكره. يعني مثلا دول الحلقتين، الجزء الجاي يبقى حلقتين وسلك، او حلقه وسلك، او حلقه ومجال، وهكذا. هنا حلقتان دائريتان في مستوى واحد، يمر بكل منهما تيار كما هو موضح بالشكل. إذا كانت كثافة الفيض للحلقة الخارجية بالمجال الخارجي تساوي 3 أمثال الحلقة الداخلية، عايز التيار. طيب الحلقة الخارجية ميو إن بواحد، فواي 2 على 2 نص قطر الحلقة الخارجية 2 ار، يساوي ميو تيار الحلقة الداخلية باي 1 على 2 ار. 2 ار تروح مع 2 ار، والميو تروح مع الميو. يبقى انت عندك اي 2 ضعف اي 1، يبقى اي 2 على اي 1 يساوي 2 على كام؟ 2 على 1. في 3 نسيت، في هنا 3. يبقى انت عندك 2 في 3 ب6، يبقى 6 على 1. كده احنا هنوقف يا شباب النهارده.